مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. مؤسسة المواشي والقلال تسهم في البرامج التنموية. صيانة الحواجز المائية في شعب. بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكامبيرا تسلك طريقا خطرا في إطار برنامج الغواصات. جرائم الكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية زادت بأكثر من 10% عام 2021. والصين تستأنف إصدار تأشيرات دخول بعد قيود استمرت 3 سنوات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بحث فخامة الرئيس ياسر أفورقي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود مساء 13 من مارس تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الزعيمان في اللقاء المنعقد بقاعة هجر الأوضاع الصومالية والقضايا الإقليمية، وتوصلا إلى تفاهم مشترك فيما يتعلق بحل قضايا الصومال عبر الصوماليين فقط دون إتاحة الفرصة للتدخل الخارجي. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لوكالة الأنباء الإريترية حول الزيارة وأهدافها بأن الزيارة جزء من اللقاءات التشاورية والتفاكرية الجارية، مشيرا إلى أنه أجرى حوارا بناء مع فخامة الرئيس ياسر أفورقي تمثل في العلاقات الحالية والبرامج المستقبلية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تطورات القضايا الصومالية الداخلية ودعم إريتريا الفاعل للصومال، وكذلك أهم القضايا الإقليمية. وقادر رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود الذي وصل أسمرة بعد ظهر أمس 13 من مارس في زيارة عمل تستغرق يومان تلبية لدعوة الرئيس ياسر أفورقي، غادر البلاد اليوم عند 9 صباحا. وكان في وداعه بمطار أسمرة الدولي فخامة الرئيس ياسر أفورقي بمراسم الشرف الرسمية، كما حضر مراسم الوداع وزير الخارجية السيد عثمان صالح. أعلنت مؤسسة المواشي والقلال تمهيد الأرضية الملائمة للأنشطة التنموية الكبيرة بالتركيز على التنمية الزراعية والنهوض بالثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير الابتكار والاختراع وتنمية القدرات البشرية ودعم المزارعين ورعاة المواشي. وأوضح المدير العام للمؤسسة السيد كبراب أبراهام في مقابلة أجراها مع إيرينا إرساء الكثير من خزانات المياه والبنى التحتية الزراعية لتحسين الإنتاج الزراعي المروي والمطري في البلاد عامة وخاصة في المنطقة الغربية، واكتساب الخبرة والكفاءة الجيدة. وذكر بأن تجارب إدخال مختلف أنواع الفواكه تحقق نتائج مرضية، مشيرا إلى تنفيذ برامج مرضية في تعليب الطماطم وتوفير متطلبات الخضروات. وأوضح بأن العمل الجاري لدعم صقار المزارعين بموجب أولويات الحكومة من خلال توفير خدمات الجرارات بأسعار مناسبة وتطبيب وتطعيم مواشيهم مجانا وتقديم خدمات المبيدات المجانية والدعم المهني، داعيا الإدارات للتعاون في الحد من مضاربات التجار وتقديم أصحاب المواشي التطعيم لمواشيهم لتحقيق الهدف المنشود بحصول المزارع على نتاج جهده والمجتمع على الموارد الزراعية بأسعار مناسبة. وأكد على تعزيز المشاركة الشعبية لإيصال المشاريع التي أقامتها الحكومة في الزراعة والثروة الحيوانية إلى أعلى مستويات الإنتاج. تم تكريم الطالبات الحاصلات على النتائج العالية في امتحان الشهادة المتوسطة بمديرية فرو. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب عثمان أحمد دين بأن تشجيع وتكريم الطلاب النموذجيين هو من أهم البرامج، ويعملون جاهدين بالتنسيق مع الشركاء لجعل المرأة كفؤة بكل النواحي. وعبر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل علي عن امتنانه لجهات العمل الشريكة التي لعبت دورا بارزا في تقوية العملية التعليمية ورفع مشاركة الطالبات. وذكر الأستاذ إسماعيل بأن الجهود الجارية لرفع مستوى مشاركة وكفاءة الطلاب مهام لا تترك لجهة معينة، داعيا للعمل المنسق لرفع وعي وثقافة المجتمع. وأوضحت الطالبات المكرمات بأن التشجيع المقدم لهن يدفع لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما قدمنا آراءهن حول ضرورة خلق فرص متساوية.
احتفل الإريتريون في بريطانيا وإيرلندا وإسرائيل وفرنسا بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة الإريترية صامدة في التصدي ورائدة في العمل. واحتفل الإريتريون في بريطانيا وإيرلندا على مستوى الفروع في 14 من مارس في مدن لندن ومانشستر وبرمنغهام ونوتنغهام وليدز وشيفيلد وكوفتري وليستر وليفربول ودابلن. وخطب الحفل المنعقد في لندن والذي حضره سفير إريتريا في بريطانيا وإيرلندا السفير ستيفانوس هابتماريام مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية سيد تولي يوهنس، حيث قال يحتفل بالثامن من مارس في مرحلة فريدة من تغيير التاريخ، مشيرا إلى أهمية لعب المرأة دور رائد في بناء وإعمار البلاد لا سيما الإريتريون والإريتريات في الخارج. ودعت رئيسة المرأة ببريطانيا السيدة إلسا أبرها للقيام بأعمال جادة وتقوية التأطيرات لتلبية متطلبات المرحلة. وتعهد مسؤول التنظيمات الذين قدموا كلمات تضامنية لتقديم كل ما يطلب منهم لتعزيز مساهمة المرأة في النشاطات الجماهيرية والبرامج الوطنية. وشهد الحفل المنظم في إسرائيل تقديم فقرات فنية وثقافية تمجد عظمة المرأة الإريترية بالإضافة إلى تقديم كلمتي المرأة والسفارة. وذكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سولومون كنفي دور المرأة الإريترية الفعال في مراحل النضال، فضلا عن دورها البناء والوعي في المرحلة التي ولجنا إليها. وفي الحفل المنظم في باريس الفرنسية خاطب الحفل القائم بأعمال السفارة الإريترية في فرنسا السيد برخات باولوس ومسؤولة المرأة الإريترية في فرنسا السيدة يوردانوس تخلي الحفل، وقدم كلمات تمجد وتعظم دور المرأة الإريترية في النضال. يقوم سكان ضاحية شمال منشا بمديرية شعب بصيانة الحواجز المائية الزراعية وحماية التربة وحفظ المياه قبل بدء موسم أمطار الهضبة. وأشاد مدير الضاحية السيد سعيد ناصر بمبادرة المزارعين في إصلاح حواجز المياه المتضررة العام الماضي. وأكد المزارعون بأن العمل الذي يقومون به قبل حلول موسم الخريف له دور كبير في زيادة إنتاجهم الزراعي. نظمت الشرطة في مديريات عداقة حموس وفرو وكرن ولقو عنسبة وبارنتو سمينارات تنويرية للشعب عامة والطلاب خاصة. وقدم مسؤولو الشرطة في السمينارات تنويرا عن الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية المرتكبة، منادين بمعرفة القانون والمساهمة في مكافحة الجرائم. وأوضحوا بأن القانون والقيم السمحة تبدأ من الأسرة، داعين أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوجيههم للحد من الجرائم التي يرتكبها الشباب وتجنب المرافق الخدمية للأنشطة المشجعة للجريمة. وذكرت الشرطة بأن الشرطة الأهلية لها دور كبير في حل الحوادث الصغيرة في المجتمع، مناشدين المواطنين بمنح الأولوية للمصالحة. وأكد المشاركون على التعاون مع الشرطة لكونه يعود بالفائدة على الجميع. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، دانت الصين الطريق الخاطئ والخطر الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ضمن برنامج الغواصات الهادف إلى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادي. هذه الشراكة التي أبرمت والمعروفة باسم تحالف أوكوس ستؤدي إلى استبدال أستراليا أسطولها من الغواصات التي تعمل بالديزل بجيل جديد من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي. وسيحصل هذا الاستبدال أولا عن طريق شراء غواصات أمريكية، حيث تم صنع نوع جديد من الغواصات على الأراضي الأسترالية بتصميم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا. ويهدف برنامج الغواصات الهجومية هذه إلى المحافظة على ميزان القوى القادم منذ عقود في منطقة المحيط الهادي. ونددت بكين بمبادرة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا هذه. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية زادت ب11.6% العام 2021 مقارنة بعام 2020. وأضاف أن أغلب الجرائم مدفوعة بتحيزات عنصرية وعرقية ولها علاقة بالأصول والأسلاف.
وهذه أول مرة يتمكن فيها المكتب من الإعلام بشكل موثوق عن توجهات على مستوى البلاد تتعلق بجرائم الكراهية منذ تحوله لنظام جديد لجمع البيانات. وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات أنهم تمكنوا من ضم بيانات للجرائم بأثر رجعي من أكبر مدن بالبلاد لم تكن قد تحولت بعد للنظام الجديد لجمع البيانات. وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه عادة ما يرصد 130 مدينة هي الأكثر اكتظاظا بالسكان في 16 ولاية لتحديد توجهات ذات مصداقية. وتمكنت 96 مدينة من تقديم البيانات المطلوبة للمكتب ليشملها تقرير جرائم الكراهية الجديد. تستأنف الصين إصدار كل أنواع تأشيرات الدخول بما فيها السياحية بعد قيود مشددة فرضت مدة 3 أعوام أدت إلى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب وباء كوفيد-19. في أوج الوباء وجد الكثير من المقيمين الأجانب أنفسهم غير قادرين على دخول البلاد بعد مقادرتهم الصين، فيما خفضت السلطات الصينية عدد الرحلات الدولية بشكل كبير. لكن تم تخفيف هذه الإجراءات تدريجيا مع استئناف منح تأشيرات الدخول الخاصة بالأعمال أو لم شمل العائلات. لكن الحركة بين الصين والخارج بقيت محدودة جدا على مدى حوالي 3 سنوات بسبب فرض حجز إلزامي عند الوصول إلى الأراضي الصينية لكل الوافدين. وستبدأ الصين مجددا بإصدار كل أنواع تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب بحسب مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الصينية. في الخبر الأخير، تشهد مدينة كورينيتسيا الواقعة شمالي شرقي الأرجنتين موجة حرائق هائلة في الغابات خلال الأيام الماضية في خضم موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ مطلع مارس الجاري. وتسببت الحرائق في المدينة التي تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن العاصمة بيونس آيرس في التهام نحو 3000 هكتار من أراضي الغابات. وتجتاح الأرجنتين موجة حر غير مسبوقة منذ أكثر من 6 عقود سابقة، مما استدعى توجيه تحذيرات من درجات حرارة قصوى في 9 مقاطعات بوسط البلاد وشمالها. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. مؤسسة المواشي والقلال تسهم في البرامج التنموية. صيانة الحواجز المائية في مديرية شعب. بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكامبيرا تسلك طريقا خطرا في إطار برنامج القواصة. جرائم الكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية زادت أكثر من 10% عام 2021. والصين تستأنف إصدار تأشيرات دخول بعد قيود استمرت 3 سنوات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في